كنت كنتمنى أنني نجي لهاد الحياة على سرير مستشفى في أسرة كتحبني، ولا أنني نمشي من الدنيا ومعايا ناس كيحبوني. آخر حاجة في حياتي هو آذان صلاة الفجر اللي غادي يكون آخر حاجة كنسمعها في الدنيا. عييت من هاد الدنيا القاسية. 20 سنة هو المجموع ديال السنوات اللي قضيتها على وجه الأرض. السماء كانت غاضبة وعطات الضوء الأخضر للمطر اللي بلل الثياب ديالي. حسيت بالقشعريرة، أوصالي كترتجف، والجرح اللي في بطني كينزف. بطيب خاطر قبلت أنني نتبرع بكلية، ولكن كان بسبب الحب. 20 سنة، ولكن أنا فرحان في هذه الساعة أنني غادي نلقى الله سبحانه وتعالى ونرتاح من هموم الدنيا. جيت للدنيا ربما كنت ثمرة حب، خداع ديال الأب والآمال ديال الأم ديالي أنها تكون أسرة، ولكن بمجرد ما الأب ديالي تخلى عليا كانت أقصى أمنيات الأم ديالي أنها تخلص مني. ولكن كنت ولد الدنيا، تشبت بالحياة رغم المحاولات اليائسة. كنبتسم وكنتذكر الكلام ديال بامبارك، الراجل اللي لقاني في مطرح النفايات. لكم أنكم تصوروا الديكور، واحد الطفل اللي كان رضيع ملقى في مطرح النفايات، والكلاب كانت قربه كتنبح بقوة وكتبلغ على وجودي. بامبارك مشى لمصدر الصوت وتما لقاني. الكلاب طلعت أوفى من بعض البشر. فعلا ديكور جميل. فعوض ما نكون كيتسناوني على سرير مستشفى وفرحانين بيا، نكون لابس لباس أزرق هاني ملقى في مطرح النفايات. بامبارك كان واحد الشيخ اللي كان متزوج بمرقية وما كانوش يقدروا يجيبوا الذرية، كانوا بجوجهم عاقمين. تاجه بامبارك لمصدر الصوت، ومنين شافني هزني من الأرض وحاوطني بيديه، حاوطني بعناق، وترك العربة ديالو وسارع باش يديني على المرقية. فعلا وخا ما كانوش يعرفوا يعطوني الحنان اللي كان خاصني، على الأقل عطاوني واحد السقف وبقاو معايا حتى ولات عندي 12 سنة. وليت كنخرج مع بامبارك وكنساعدو في العمل ديالو، كنمشيو لمطرح النفايات وكنقلبوا على مصدر الرزق ديالنا. واحد النهار طرقت البيت ديال بامبارك، ولكن تفاجأت بيه ما كيجاوبش. دخلت عنده الغرفة وبقيت كنهزو ولكن ما استجابش، وصرخت حتى جات مرقية وبقات حتى هي كتحاول أنها تفيقه. من بعد عرفت بأنه خلاص راه مات ودعها رفيق العمر، وبقات بوحدها. وبقيت معها كنبكي لأنه بامبارك كان بالنسبة لي هو با في الحقيقة اللي ما ودنيش، ولكن كان هو با، على الأقل كان دائما معايا. داز واحد الأسبوع تقريبا، أمي رقية ما قداتش عليا، وسمعت الوساوس ديال الجيران وديال النساء اللي كيقولوا لها بأنه نقدر من بعد ما نعترفش بهذا الجميل كامل اللي داروا فيا. فضلت أنها ترميني برا الحياة اللي جيت منها والشارع اللي كنت أصلا فيه منين تولدت. خرجت كنقلب على خدمة، شكون غادي يخدمني وانا مازال عندي 12 سنة؟ لقيت غير الشارع هو المأوى وهو المفر، ولا مفر من الله إلا إليه.
لكم أنكم تصوروا الوضعية. طفل عنده 12 سنة في الشارع بلا حول ولا قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان هو المنقذ وهو الملجأ وهو كل شيء. بقيت كنحاول أنني ما نتعرفش على الأطفال ديال الشوارع وما يكونش عندي معهم احتكاك، حتى لواحد النهار اللي غادي يشوفني فيه السيد اللي غادي يولي رب العمل ديالي قال لي شنو بغيتي يا وليد تعلم النجارة؟ قلت له ما كرهتش، حاول أنه يعلمني النجارة. وفي الليل كان تيخليني ننعس في المحل، على الأقل كنت كنخدم وما كانش عندي داك المشكل أنني نقلب على المأوى. من بعد تعلمت مزيان الأمور ديال الحرفة حتى ولات عندي 18 سنة، ومن بعد ولا كيبعثني للزبائن. فاش وصلت عندي 20 سنة داك النهار صيفطني للدار عنده، كانوا عنده شي أعمال خاصني نكملها بحكم كنت أنا هو الصغير في العمال، فضل يصيفطني أنا. تما شفت البنت ديالو وتعلقت بها، حسيت بواحد الشعور عمرني ما حسيته. ومن بعد بقات كتجي للمحل عند باها، كدير السبه باش انها تشوف باها. ومن بعد كلماتني وقالت لي اعطيني الرقم ديالك باش نبقاو نتعرفوا. وضحكت وقلت لي انا اصلا ما عنديش الهاتف. النهار الاخر جابت لي واحد الهاتف صغير وقالت لي فيه تعبئه باش نبقاو نتواصلوا. بقينا كنتواصلوا لمده 3 شهور، ومن بعد باحت لي بالمشاعر ديالها وحتى انا نفس الشيء. ولكن واحد النهار عيط عليا الاب ديالها وقال لي بغيت نتكلم معك، وقال لي عرفت اشنو بينك وبين بنتي؟ وانا خفت لا يرفضني ويطردني، ولكن قال لي ماشي مشكل، ولكن ما عندكش الزهر، بنتي مريضه وبقات لها كلوه وحده وحتى هي مضره. قبلت انني نعطيهم الكلوه ديالي واخا هما في الاول عارضوا، ولكن هذاك الشيء كامل كان غير فخ باش يديو لي الكلوه ديالي. وفعلا درت التحاليل كلها. نهار العمليه قبلت انني نعطيها الكلوه ديالي، هي في سرير وانا في سرير. ولكن من بعد واحد 3 ايام كنفيق وكنلقى راسي في الشارع مول الجرح، كان كينزف ومخيط بواحد الطريقه اللي هي بشعه. كنظن انهم غلقوا الجرح بسرعه وبوحشيه وبطريقه بشعه، لانه كنبقى انا الجانب الفقير والذي لا حول له ولا قوه. ما كاين حتى شي حد اللي غادي يطلب اخباره ولا غادي يمشي للمستشفى وغادي يقيم الدنيا ويقعدها. كنت يتيم وفقير ولقيط، ممنوع من نقاها ومن اسباب العلاج. وها انا كنحتضر وكنترك هاد الدنيا الغداره اللي ما علمتنيش كيفاش ناخذ الحذر من جميع الناس ونسقط عليهم الطيبه وندير فيهم الخبيث والطيب. هذه هي القصه ديالي. الا وصلتوا هنا وسمعتوا القصه ديالي حتى الاخر، ما تنسوش ترحموا عليا. غادي عند الله سبحانه وتعالى، غادي للجنه اللي ما نشوفش فيها الخبث والحقد والكذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.